الحمداني اللي فضح سارة البحراني، لا والله العظيم هي اللي فضحت نفسها، وهي اللي نشرت تفاصيل الحلقة بصفحتها، وهي اللي اتهمت حيدر بالابتزاز والمساومة، وفوق هذا تبكي المقرودة. مسحت كل شيء، لا تنشر اي شيء. مسحت تمام؟ كل شيء لا تنشر. والله مسحت. هذا هو؟ كل شيء لا تنشر. ما انشر والله هذا. ارجوك لا تنشر اي شيء، والله موت نفسي. والله ما راح انشر. تمام هذا ما راح انشر. هذا هو؟ عشان يحل الموضوع بس لا تنشر اي ما شيء. انشر، انتهى الموضوع. هذا هو خلاص. ولا تخلي احد يسرب الموضوع. ماكو، انتهى الموضوع. هذا هو؟ مونتاج واي كل الناس لا تخلي. اهدي، ماكو شيء. هذا هو تمام. ما تعرضها تقولني قصتك كذا. اذا عرضتها راح انتحر، والله العظيم راح انتحر. بس اسمعي ركزي وياه. وبالتالي اخوان تبكي يمي، تسد التليفون، تروح تنزل البرومو بصفحتها. سيصدر من الحمداني بشأن قضية ابتزاز الفنانة سارة البحراني. كل اللي راح تسمعوه هو حصري ولأول مرة يعرض، وأجبرت على أن أعرض هذه المكالمة الصوتية اللي دارت بيني وبين الفنانة سارة البحراني. لكن قبل أن تسمعوا المكالمة اللي دارت بيني وبينها، شوف الناس عافت صلب الموضوع اللي هو قضية ابتزاز سارة، وطاحوا رقبتي. عافوا المنتج والمخرج اللي ابتزها، وشافوا أنه هاي المادة فرصة لاستهداف وتسقيط حيدر الحمداني. إخواني الأعزاء، حيدر الحمداني مو طبيب أسنان أو مهندس حتى تلوموه أنه تتدخل باختصاص غيرك. أنا إعلامي وأتناول كافة القضايا والمواضيع العامة اللي تتعلق بالفساد، قضايا اجتماعية، قضايا اقتصادية، سياسية، وياما تناولت قضايا تخص الفنانين وإعلاناتهم للأشياء غير المرخصة طبيا وقضايا المحتوى الهابط. فهذا الموضوع مو جديد على حيدر الحمداني، لكن مشكلة حيدر انه يكفل حق الرد للجميع واكفله بصورة حقيقية. يعني اللي يريد يرد حتى اذا كان رد الموضوع ممكن يأثر علي وعلى سمعتي الإعلامية، لكن اقبل، هذا حق قانوني. والنقطة الثانية انه الموضوع اللي افتحه واتناوله ما عوفه الى ان اوصل به الى نتيجة حقيقية للناس، لانني بحراني هي اللي فضحت روحها، مو حيدر الحمداني فضحها، اقسم بالله العظيم. والمكالمة اللي دارت بيني وبينها هي راح تكشف كل الحقائق للناس. هي اللي فضحت نفسها، مو حيدر الحمداني. أنا نزلت قبل يوم قلت إنه هذه الفنانة تتعرض للابتزاز، وأخذت مقطع هي ناشرته على صفحتها. كل الوكالات والقنوات تناولتها، قالوا إنه جاي يتعرضوا لها ويبتزوها بشرفها. تناولت الموضوع، دعيت وزارة الداخلية، ودعيت هيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الفنانين إلى ضرورة أن تكون النصوص محترمة، لأن إذا الفنانة جاي يبتزوها شو راح نترد؟ أنتم تقول حق الرد؟ قلت لهم إيه؟ قالوا أريد الرد. قلت لهم ما عندي مشكلة، بخدمتكم أنا. توجهت إلى العاصمة بغداد، اجتنا رسالة الظهر الساعة 1:30 يمكن، ما أعرف هذا الوقت، شوفوا يمكم، من سارة البحراني تشكر حيدر الحمداني. أستاذ حيدر شكرا لك، موقفك ما أنساه، وهذا دين برقبتي. قلت لها لا، بخدمتك، هذا واجبي، مثل ما وقفت وياك أنا راح أخذ حق الرد من الأخوة اللي اتهمتيهم حضرتك. رحت صورت لقاء، ورا 3 ساعات لقيتها دازت لي رسالة ثانية، قالت لي أحتاج رقم حضرتك. خابرتني أستاذ حيدر، خابرتني على الانستا. أستاذ حيدر شنو صار؟ ايش ردوا؟ ايش قالوا؟ قلت لها نزلت برومو الساعة 6:02، شوفي بصفحتك. راح شافتها، رجعت البنية في حالة هستيرية. جاهزين اخوان؟ سارة جاهزة؟ اسمعي شنو قلتي. استاذ يعني هاي الحلقه كل صعوبه النشر. انا نشرت يا عالم، اوقفوا لي. بس انا الفويس هذا انا دازته بس ما نفذته. هذا الفويس اذا ينسمع انا عشيرتي تقتلني. الفويس مال عصومي انا جايتك، انا هذا دزيت الهياب بس ما نفذته، ما رحت. رجعت ورا شويه عندي مسج يثبت انه انا ما رحت، قلت له ما راح اجي. كلش تعبانه انا، طبيت للبيت. يعني هذا انا اهلي اذا سمعوا شيء يقولوا لي انت زين واهلهم هم حبيبي ده يبتزني ب 800
مليون هو والمنتج 800 مليون. يقول لي عقد بشرط جزائي 800 مليون. ما حكيتي هذا الموضوع بالتفصيل. ورايا شماته ما اقدر انسحب من العمل. وبالتالي يا ست هم ما اقدر. لا استاذ حيدر ما اقدر. انت قسيت عليهم، حكيت عليهم بقساوه، لذلك اجوا يردون بهالطريقه، يستغلون هذا الفويس علي. انا اللي قسيت عليهم، انا ما قسيت عليهم. انت هسه تتحمل مسؤوليه مقتلي. تدري ليش؟ لان انت بتأجج الراي العام علي. لا مجرد البرومو هو ضدي هذا. انا لا ضدك ولا ضدهم. انت حبيبي خلينا نقول الشغله. اذا انت هسه انت ظاهر، انا تفاجئت حقيقه بالحلقه، تفاجئت. انت ظاهر ما مدركه للموضوع اللي طلعت وسولفتي بيه، عبالك الموضوع هين. لا مو هين. انا مبتزه صحيح، مساومني هو. خلينا نكون صريح وياك، انت شفتي عندك 4 ملايين متابع، عبالك دول راح يوقفون؟ ما يوقفون بعد يوم. لا مو انا والله العظيم، انا مو لاجل المتابع، انا حكيت حتى هو يكف مني. انا دا احكي عن مبدا 800 مليون الشركه دا تساومني من خلال من خلال المخرج مالتهم. اذا تحكين، اذا تنسحبين، على فكره انا ما رحت للبيت، انا دازه البصمه حتى اسايسه، بس ما رحت. الفيديوهات موجوده. شنو هاي غير بالغصب تحت تهديد العقد ال 800 مليون؟ شنو تحت تهديد ال 800 مليون. هاي انا اجي ولازم انام وياش، لانه اني عندي عقد وياش 800 مليون. عندك دليل بذني؟ كل شيء عندي دليل، وانا ماشيه قضائيا، واليوم انا مدونه اقوالي. من طلعتي سولفتي؟ ما يصير تنشر هاي الحلقه استاذ حيدر، هاي وراها قتل. بس اسمعي، وراها قتل هاي الحلقه. بس اسمعي، وراها قتل. لا جدا وراها قتل. حتى البرومو المفروض تمسحها استاذ حيدر. انت من نشرت. لا استاذ حيدر، لا ما اقدر. لا استاذ حيدر، لا تمسحه. انت تشهر ببنيه محترمه، ما يصير. اسمعيني ست، اولا ما يصير. اني موضوعك ما جبت ابوكته من الجنطه وطلع سولفت بيه. لا ما يصير. انت استضافيتهم حتى تفتح لهم الباب يسولفون بهالطريقه. سولفته بقعده وانا بوقت الكلام وطلع سولف. لا ما يصير. بس ما تهجج علي العالم انه انا مذنبه، هذا تشهير. ظهرت بتفاصيل مغايره عن اللي تحدثت بيه انت. لا ما يصير تقلب الراي العام ضدي، وانا بنيه معرضه للمساومه. انا معرضه للمساومه من اول يوم، لان انا تعرضت لشيء هم انا يريد يعرضهم. الحين تشتكين يتكسر راسه وراس الخلفه اذا انت صاحبه حق. اشتكي والله اشتكي. انا مغتصبه، واكو 1000 بنيه يريد يحاول يسوي وياها نفس اللي سواه وياي. انا خليني اقول لك شغله واحده، انا ترى ما انزه واحد، يعني انا هم مو انبياء بنظري. لا بس قاسي انه الطلعه كلش قاسي. هذا انا الفويس دازته، بس ما يصير. هسه انت راح تبري المبتز اللي مبتز 1000 وحده مثلي. انت عندك ادله عليه، انطيني اياه افضحها مقله يابا. هاي انتم مالاتكم، ذني مالاتكم حطوهن بديكم. الحلقه ما تنزل. هاي الحلقه ما تنزل هاي الحلقه استاذ حيدر، اترجاك. زيت هاي الحلقه ما تنزل. انا مو طرف بالموضوع، انت عندك شيء وياهم. لا غلط، انت دثير شيء بشيء عشاير. ست ماكو شيء عشاير، وبمستقبل عائله كامله تتدمر. ست مبتز، لانه مبتز حقيقي. ست انا كفلت حق الرد وهم ردوا. شي يردون هم اللي يتحملون المسؤوليه القانونيه، مو اني. وانت من البدايه انا ما كلفتك تحكي بيه، وانا ما حاكي بيه. انا ارمي. لا استاذ، لا انا صرحت يمي بحسابي. بس ما من حقك تنشر شغله. لا شاور قنوات. لا مو من حقك تسولف بيها بالبرنامج بدون علمي، بدون موافقتي. قملتي بيضة. لا استاذ، لا انت حكيت عليهم بقساوه، لذلك هم يجون. وقفتوا وياك غير وقفتوا وياك مثل ما حكيت. لا موقفك كان موقفك مو منصف. انت اجيت قسيت عليهم هم يجوا طلعوا هاي الاشياء. حكيت عليهم منصفه، من وقفت وياك كانوا وقلت شلون انا حكيت مسجات قلت ما نايمه وياه، قلت ما واصله. طلعت مقطع فيديو وسولفتي انت حضرتك وقلتي ابتزوني وميليشيات وفصائل وانا رحت للقانون بالفعل. انت تدري بيه بالفعل هو داز لي تهديد. انا حكيت هذا الحكي، ما حكيت شيء غيره. لا استاذ حيدر، الحلقه ما تنعرض. شلون شقلهم؟
ما تنعرض، تقول لهم مثلا نقعد عشاير، تقول لهم البنيه طلبت عشاير، نقعد عشاير.